هذا دافيد انتقل مؤخراً إلى أوروبا مع والده أليكس، أمه إيفا، وشقيقته الصغرى إيما. أمور التأقلم تسير على ما يرام، بالأخص عندما اكتشفوا الفطائر الأيسلندية. إيما متشوقة جداً لبدء الروضة في البلد الجديد، لكن أليكس وإيفا محتاران بالنسبة لدافيد. لديهم شك بأن دافيد يعاني من إعاقة ما، لكن لم تتسنى لهم الظروف بعد لتشخيص حالته. في أيسلندا يتمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم بحقوق عدة. لدى دافيد نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الأطفال القاطنين بأيسلندا، وزيادة على ذلك لديه حقوق خاصة بسبب إعاقته، على سبيل المثال حق الالتحاق بحضانة أطفال متخصصة. هذه الحقوق الخاصة تضمن له ولعائلته حياة طبيعية كباقي الأطفال وعائلتهم، وتساعدهم على تخطي إعاقته وتوفير جودة حياة أفضل له ولعائلته. هذه الحقوق والمساعدات الخاصة لا تؤثر في أي حال من الأحوال على حقوق ووضعية أفراد عائلته. المساعدة المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم هي شاملة وممكنة طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي هي جزء من القانون الأيسلندي. يجب أن يتمتع كل الأطفال بفرص متساوية. إن كنت ترغب بالمزيد من المعلومات، اتصل بنا على رقم الهاتف 588-9390 أو على البريد الإلكتروني troshkahjälp@troshkahjälp.ris.